السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة بناكلها دايما في محلات الكبدة والمخ والحاجات دي. هنعمل سلطة لسان العصفور. هنعملها بطريقة سهلة جدا واي حد يقدر ان هو يعملها، والطعم هي بجد هيعجبكم. فيلا نبدأ الطريقة ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة في حلة هنحط معلقة سمنة ومعلقة زيت، وبعد كده انا هعمل ربع كيلو لسان عصفور. ربع كيلو لسان عصفور على فكرة هيملى الحلة دي كلها. فانتي لو انتوا عددكوا اقل من عددكوا صغير، اقسمي الربع نصين واعمليه. بلاش تعملي ربع بحاله عشان هيبقى كتير، ولو عدد افراد الاسرة كتير الربع كيلو بيملى الحلة دي وبيبقى كتير جدا. هنا الكيس اللي هو الكيس بيبقى 350 جرام دوت، انا خدت نصه. فانتي ممكن تقسمي الكيس على 3 او على 4. هبدأ طبعا اشوح لسان العصفور، وعايزاه يتشوح يبقى لونه حلو، وما تخليهوش كل حبايه لون. حاولي ان انتي تفضلي تقلبي فيه وهو على النار عشان كله يبقى ايه، لون واحد وميه واحده. هتفضلي برضو تستمري في التقليب زي ما انا بقلب كده لغايه لما كله يوصل لدرجه اللون اللي انتي عايزاها. في الوقت ده كنت حطيت حبة زيت صغيرين في حلة، وضربت طماطم في الخلاط وحطيتهم يتسبكوا علشان انا مش هينفع. اوعي تحطي طماطم من الخلاط على لسان العصفور، طعمها ما بيبقاش حلو وبتخلي لسان العصفور يضطر وما بيبقاش الطعم حلو. فانتي تحطي الطماطم على جنب تتسبك. وهنا ديت انا كنت هعمل كبده بالرده، بس انا النهارده مش هعملها بالرده، هوريكم الطريقه اللي انا هعملها. فبطلع انا الحتت اللي بتبقى على الحروف وبقطعها كروهات كده مربعات صغيره. وطبعا غسلتها ونقعتها في ليمون، وبعد كده وشطفتها من الليمون وحطيت عليها شويه فلفل اسود وسبتها على جنب، وحبه كمون، فلفل اسود وكمون. وبعد كده صفيتها من الميه نهائي ونزلتها على لسان العصفور زي ما انتم شايفيني كده، وهقلبه. هفضل بردك اقلب في لسان العصفور. طبعا النار زي ما هي عالية، انا مش عايزة الكبدة تنزل مية، فهتخلي النار زي ما هي عالية وهتقلبي. وما تخافيش، لسان العصفور مش هيغمق، خلاص انتي حطيتي عليه الكبدة، فهو كده حرارته ايه، ما بقاش سخن، فهو الكبدة بردته، فما تخافيش مش هيحمر زيادة عما هو يعني. كده الكبدة بدأت لونها يتغير، اديها تقلبتين تلاتة كده برضو. وبعد كده هنزل في الوقت دوت بشوية فلفل اسود صغيرين. هو انا حطيت شوية فلفل اسود فالظاهر ان هي اتقطعت. حطي على الكبدة قبل ما تنزلي البصل والفلفل ده شوية فلفل اسود صغيرين. الظاهر وانا بقطع الفيديو، بجمع الفيديو، اتقطعت مني الجزئية دي. حوالي نص معلقة فلفل اسود نزليها على الكبدة واديله تقلبتين كده وبعد كده تحطي دي بصلايه حمرا انا مقطعاها صغيره قوي، ما تضربهاش في الكبه علشان احنا عايزين البصلايه ما تنزلش ميتها، احنا عايزين ميتها تنزل وطعمها وتحلي طعم لسان العصفور. لو ضربتيها في الكبه الميه بتفصل عن البصله، عن الالياف بتاع البصله يعني. هديها تقلبتين كده، مش هحمر بصله ولا حاجه، هما تقلبتين تلاتة. تقدري تحطي فلفل رومي، تقدري تحطي فلفل حامي براحتك، تقدري تحطي فلفل الوان كمان. ولو مش بتحبي طعم الفلفل في قلب الاكل ما تحطيش، الوصفه مش هتتغير بالفلفل او من غير. هتديها تقلبتين. مكعب ماجي برضو هحطه وهديله تقليبه كده برضو مع لسان العصفور ومع الحاجات اللي انا حطيتها كلها. امشي على الخطوات زي ما انا ماشيه كده هتديكي سلطه لسان عصفور احلى من اللي بتتباع في المحلات وبناكلها مع الكبده والمخ في المحلات. فالطريقه دي حلوه جدا وبتديكي نتيجه حلوه قوي كمان. هنا بقى كانت الصلصه اللي انا قلت لكم ان انا بسبكها كانت اتسبكت. هبدا اخد منها كميه، وبلاش حد يحط طماطم نية على لسان العصفور، بتبوش لسان العصفور وما بيبقاش النتيجه حلوه. حط شويه زيت صغيرين قوي، وممكن كمان من غير الزيت تستكفي بالزيت اللي انت حاطاه ايه
في قلب اللي حمرت بيه لسان العصفور. المهم ان الطماطم تتسبك بعيد عن لسان العصفور، تحطيها على لسان العصفور وهي مستوية. هبدأ دلوقتي احط كمية اهي. سلطة لسان العصفور بتبقى حمرا، فانتي هتحطي كمية حلوة، مش هتحطي معلقتين وخلاص. كده. وهحتاج على فكرة ان انا احط كمان معلقتين مغرفتين من الصغيرة اللي انا بغرف بيها دي. هقلب لسان العصفور مع الحاجات دي تقلبتين تلاتة. انا كده كنت موطية النار على فكرة. هقلب تقلبتين تلاتة كده، ادخل طعم الطماطم في قلب لسان العصفور اهو كده زي ما انتوا شايفيني. وهنزل بعد كده عليه بمية سخنة. هحط مج كمان. انتوا عارفين ان لسان العصفور بيبقى بيشرب مية، وانا عايزاه مش ناشف خالص، يعني هو بيبقى ايه، طعمه كده فيه شوية صوص شوية كده، ما بيبقاش ناشف على الاخر. هو انا بفلفلش، ما بعملش لسان عصفور مفلفل، انا عايزاه برضو يبقى جوسي شوية وفيه شوية مية كده، بيبقى فيه صوص كده وانت بتاكلي منه. وهنا زودت الصلصة، حسيت ان هو طعمه فاتح شوية، لونه سوري فاتح شوية، رحت مزودة بس كده. هشوف بقى الملح بتاعه. انا طبعا كنت ظابطة ملح الطماطم، فهي مش هيحتاج مني ملح. هنا بقى الكبدة، انا قبل كده قايله لكم ان الكبدة انا بتبلها بفلفل اخضر وتوم، بدقهم كويس واحط عليهم فلفل اسود وكمون. الكبدة ما بحطش عليها اي حاجة غير ملح وفلفل اسود وكمون. تمام. بس النهاردة مش هعملها بالردة. الطبق دوت انا حاطة فيه بقسماط و... ودقيق ومعلقتين نشا، حطاهم التلاتة على بعض وهبدر بيهم الكبدة زي ما انتم شايفين كده، وهدوس على الكبدة كويس وانا ببدرها. وفي الوقت دوت هعمل كل كمية الكبدة في قلب البقسماط كده، وبعد كده هوت هحمرها في الزيت. فكل الكبدة وعايزة اقول لكم على حاجة كمان مهمة. هتعملي كبدة بالردة، هتعملي كبدة بالبقسماط كده، تطلعي كل الكبدة من التتبيلة بعد ما انا بسيب التتبيلة حوالي 5 6 ساعات كده في التلاجة. وبعد كده بمسك قطع الكبدة كلها، ابعد يعني اشيل كل التتبيله من عليها، كده كده خلاص بتبقى اتطعمت وخدت طعم الثوم والفلفل وكل الحاجات دي. اي حاجه بقى، قطع فلفل صغننه، قطع ثوم صغننه، اي حاجه من الحاجات دي لازم تشيل، علشان خاطر الكفر بتاع البقسماط اللي انت عاملاه او الرده ما يفصلش عن الكبده. وكمان الكبده يبقى شكلها ما فيهوش كلاكيع كده بعد ما تحمريها. فانا كنت عامله كده. هنا بقى بصوا، هو كده خلاص استوى. بصوا زي ما قلت لكم في صوص كده. وهنا كنت حطيت النار عليها الزيت، وهبدأ ان انا احمر الكبدة. زي ما قلت لك الكبدة كلها تبدريها بالبقسماط او بالردة زي ما هتعمليها، وتجهزيها قدامك علشان دي ما بتاخدش وقت. فلازم كلها تبقى جاهزة قدامك كده، وتبدأي في التحمير بتاعها. ما ينفعش ان انتي تروحي تبدري وترجعي تحمري وكده، الكبدة بتشعوط منك والزيت بيتقدح. فلازم كل حاجة تبقى قدامك، وما تسيبيش فراغات في الزيت، عشان الزيت بيتحرق لما بيبقى فيه حتت فاضية، بيتحرق وبيتهدر منك الزيت. فهنا هنحمر الكبدة على نار برضو عالية، ما بتاخدش وقت كبير. اول ما تلاقي الناحية دي احمرت تروحي قلبها على الناحية التانية، وبعد كده بتطلعيها على مناديل وتصفيها كويس من اي زيت هيكون لسه موجود فيها. وفي الوقت دوت انا كنت بعمل سلطة طحينة برضو على جنب كده. طبعا سلطة الطحينة العادية اللي هي فص ثوم عليه شوية ملح وشوية خل وشوية
وليمونه وشويه زيت صغيرين، وبنزل عليه بالطحينه واقلبهم، وبعد كده انزل بالميه السخنه بالتدريج عليها لغايه القوام اللي انا عايزاه. وهنا هحمر كل الكبده، وطبعا زي ما انت شايفه كده تفضلي واقفه قدام الكبده زي ما انا واقفه كده، ونفس اللون ده كده ما تطلعهوش غامق عن كده. هي ما بتاخدش سوا كتير. طبعا انت بتخلي الراجل يقطعها لك شرايح رفيعه قوي. الكبده يا جماعه انا بغسلها الاول، وبعد كده بحط عليها ليمونتين وبسيبها حوالي ربع ساعه في الليمون، وبعد كده بصفيها كويس من الميه والليمون اللي بتنزل، الليمون بيخليها تنزل ميه كده. بصفيها كويس منهم، وبعد كده اهو ما بغسلهاش بقى خلاص. وبعد كده بحط لها التتبيله بتاعتها اللي انا قلت لكم عليها: فلفل اخضر وثوم و... وفلفل اسود وكمون وملح، بس كده. وبسيبها بعد كده في التلاجة شويه حبه كده محترمين، وبعد كده بطلعها وابدا احمر فيها زي ما انا قلت لكم كده، بس بشيل كل الخلطه اللي انا كنت عاملاها من عليها. فدي احلى طريقه بتعملي بيها الكبده بالرده او الكبده بالبقسماط زي ما انا عاملاها النهارده، اسمها كبده بانيه. ماشي. فالنتيجه بتاعتها حلوه قوي، هتبقى مرضيه ليكم، والطعم هيبقى بجد حلو جدا. وطريقه ان انت تحطي بعد ما تشطفيها تحطي عليها ليمونتين كده وتسيبيهم شويه، وبعد كده تصفي الميه اللي هتنزل منها بالليمون، دي بتخلي الكبده ريحتها حلوه قوي. جربوا الطريقه بتاعتي ان شاء الله هتعجبكم وهتبقى مرضيه ليكم. صفي بقى من الزيت على قد ما تقدري، وطلعي على مناديل مطبخ علشان خاطر ما يبقاش فيها اي زيت. ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم وتعملوها بنفس الطريقه بتاعتي وتبقى بالنسبه لكم حلوه. هنا كنت خلاص دي سلطه لسان العصفور اهي. بصوا شكلها حلو ازاي، بصوا فيها صوص كده ازاي خفيف، وده شكل الكبده. وهنا هو لسان العصفور برضو حلو قوي، والكبده بصوا حلوه قوي برضو ولونها حلو.